السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. وبعتذر عن التأخير، بس كنت عامل هولد كده في شهر رمضان، موقف كده في شهر رمضان. وقلت إن شاء الله نكمل كورس الإي باتش بعد رمضان. طبعا احنا كنا اتكلمنا قبل رمضان، قلنا كانترودكشن كده، مقدمة على المحتوى اللي احنا هنشتغل عليه. وكان من ضمن المحتوى بتاعنا نتكلم في حوالي 20 نقطة. فالنهاردة هنبدأ نشتغل على أول نقطتين، وهيكون الموضوع بصورة عملية زي ما قلت قبل كده. طبعا اللي حابب يتعرف على المحتوى بتاع الكورس يرجع للحلقة الأولانية ويعرف احنا هنتكلم في ايه، عشان خاطر تبقى متابع معايا المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها، ويشوف مدى الحاجات اللي هو محتاجها، أو لو عايز راجع عليها عشان خاطر يبقى كويس أو متمكن من البرنامج. طبعا هنتكلم النهاردة على أول نقطتين، الجروب اوف ماتيريال والكرييت ماتيريال. يعني ايه جروب اوف ماتيريال، وازاي ان انا كرييت ماتيريال؟ بداية كده، أي سيستم بنشتغل عليه فهو بيحتوي على 4 مجموعات. ده المقصود بكلمة الجروب للماتيريال. طبعا انتوا عارفين ان احنا أي خلطة هي عبارة عن محتوى لخامات جواها، والماتيريال هنا الخامات. طيب احنا المفروض ان في اي سيستم بنشتغل عليه الخامات الموجودة فيها لازما تكون متكونة من 4 مجموعات. و4 مجموعات لازما ان انا لما بكريت الخامة لازم اعرفها هي تنتمي لأي مجموعة من المجموعات الأربعة. طبعا انا عندي 4 مجموعات رئيسيتين، وغالبا هم اللي بتلاقيهم في كل السيستم وهم موحدين. هي المجموعة بتاعة الأجريجيت، السن والرمل، ادي مجموعة. والمجموعة بتاعة الإضافات، والمجموعة بتاعة الأسمنت، والمجموعة بتاعة المية اللي تحتوي على المية والتلج. دي 4 مجموعات رئيسيتين موجودين في كل سيستم اللي انت ممكن تشتغل عليه. فلازم انت تبقى عارف ان انت عندك الخامة اللي هتيجي تكريتها لازم تحطها على شوف هي تنتمي لأي مجموعة. لأن أي سيستم بيكون متبرمج على الخامة دي بتنتمي لأي حاجة، علشان خاطر يقدر إن هو يدخلها في ريبورتات مظبوطة، عشان يقدر لما تتحط في الخلطة يقدر إن هو يشحنها بصورة مظبوطة. وهنعرف ليه كمان، لأن كل موتور من المواتير، يعني كل خامة ليها زي بوابة أو ليها موتور، زي الأسمنت وزي الإضافات وزي المية. فطبعا لازم أكون معرف الخامة ديت على الموتور بتاعها، عشان لما تحط في الخلطة ويجي يقول أنا عايز مثلا أوزن مية، فأوتوماتيك يروح يشغل موتور المية، ما يشغليش موتور المادة. اللي بيعرفه هنا هي الخامة وبتنتمي لأني جروب. تعالوا نشوف احنا بنشوف الكلام ده ازاي على البرنامج بتاع الاي باتش. اول حاجة بروح على الادمنستريشن، وبروح على الفاكتوري سيت اب، وبنروح على السكيل ده بيوضح لك ان انا عندي في البرنامج عندي 4 مجموعات اللي شغال عليهم. ادي الاجريجيت مجموعة، ادي الاجريجيت جروب A مجموعة A، وادي الاسمنت جروب B، وادي المية والتلج جروب C، وادي الاضافات جروب G. ادي 4 مجموعات انا موجودين جوه الاي باتش بتاعي. بنروح على الماتيريال، ودي بان انا يا اما عندي ماتيريال عايز اعدل عليها زي ما احنا شايفين كده، يا اما انا عايز اكريت ماتيريال جديده، خامه جديده. طب انا هروح اعمل نيو عشان خاطر اكريت خامه جديده. خلاص، اول حاجه بيقول لي جروب نيم، هي تنتمي لاني حاجه. انا مثلا عايز مثلا اكريت نوع من انواع الميه، فاقول انا هقول الجروب بتاعي الماتيريال اللي انا هكريتها تنتمي للميه مثلا. طبعا الاكواد دي لازم الكود متكررش، والجماعة اللي شغالين ساب لازم الكود بيجي لهم من الجماعة بتوع الكواليتي اللي بتكريت الماتيريال على الساب بالكود المعين، عشان خاطر يبقى الأكواد مظبوطة مع بعض، عشان خاطر لما استهلاكات الخامات بتروح بالأكواد بتاعتها تماتشنج مع الأكواد الموجودة على الساب، فيقدر إن هو يقرأ الاستهلاكات مظبوطة. فلازم تبقى الأكواد موحدة جاية من على الساب، مش أكواد عشوائية. الجماعة اللي مش شغالين ساب
يحطوا اي كود، ولكن الاكواد ما تتكررش، لاني ما ينفعش ان انا اكرر كود لخامة من الخامات. يعني ما ينفعش احط كود للمية هو نفس الكود لاضافات، او هو نفس الكود لاسمنت، عشان خاطر هو مش هيقبل بده، ويقول لك ان هو متكرر. وفي نفس التوقيت لو قبلها وكان مثلا غلطة من السيستم ولا حاجة، هو مش هيبقى عارف ده مية ولا اسمنت ولا اضافات. فلازم يكون الكود يونيك. يونيك يعني حاجة ما بتتكررش. هنحط مثلا هنا اي حاجة، نكتب مثلا هنا مثلا ووتر سايكل، وبقول له سيف، ونقول له يس. هننزل تحت هنا هنلاقي اللي انا الكود اللي انا لسه كاتبه من شويه، والخامه اللي انا عملتها، واللي هو جروب سي للووتر. عايز بس انا عندي بس غلطت في السبيلنج بتاع السايكل، فعملت edit واقول له سيف. اتعدلت واتظبطت طبعا زي ما احنا شايفين. عايز طبعا لو عايز اعدل فيها بدوس على دبل كليك، او ان انا بقف عليها واقول edit. لو عايز امسحها بدوس delete. طيب نكريتها تاني اللي هي ميه، حط بقى اي رقم مش هتفرق كتير، انا بحاول الصراحه ان انا لسه حاطه ووتر سايكل، ونقول له سيف. دايما لما تيجي تعمل اضافه او تعمل تعديل، بعد ما تخلص تدوس على سيف اند ابديت سيرفر. يعني انت بتسيف الحاجه على البرنامج وبتعمل لها ابديت، يعني بتعدلها على السيرفر اللي موجود عليه الداتابيز الاصليه للسيستم ككل. فلازم لما اعمل اي حاجه هنا، اعدل في اي حاجه او اضيف في اي حاجه، اعمل سيف اند ابديت سيرفر. دي مهمه جدا. زي ما قلنا هنعمل سيف اند سيرفر، واسيبه بقى يقعد بقى يعيش شويه، يبدا يحمل ويبدا يعمل سيف وابديت عشان يسجل لي الحاجه اللي انا لسه اعملها. ده بالنسبه لو انا عايز اكريت عايز اكريت ماتيريال. طيب في حاجه مهمه، انا كريت الماتيريال. طب انا عايز اخلي الماتيريال اللي انا كريتها تظهر لي على السكادا. يعني انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعرف الخامة بتاعتي على الموتور من المواتير، عشان خاطر زي ما قلنا لازم اعرف المادة عشان احطها على في الجروب بتاعها في الخارج بتاعها والموتور بتاعها، عشان خاطر لما ابدا ادي اوردر ويشوف ان المادة دي او الماتيريال ديت فيها نسبة انها تتوزن في الخلطة دي، فاوتوماتيك يروح يشغل لي الموتور بتاعها، ما يشغلش موتور تاني. ده بنجيبه منين؟ ده بنخش على الاستورج، ستورج التخزين. يعني انا بخزن الحاجة دي فين. هنا طبعا هتلاقي ايه؟ هتلاقي هنا موتور واحد او بابا واحد 2 3 4. ده عندي الهوابر بتاعتي، عندي 4 هوابر. خلاص كل هوبر فيه طبعا كل هوبر بيبقى فيه بوابتين. خلاص فدوت ليه سن واحد، البوابة التانية سن، الهوبر التاني سن 2، الهوبر التالت سن 2، الهوبر الرابع رملة. سايلو واحد اسمنت، سايلو 2، سايلو 3. طبعا المسميات بتاعت الاسمنت عشان انا طبعا هنا ده الاستورج اللي هو بتاع ايه. يعني ده بتاع سايلو واحد، ده بتاع سايلو 2، ده بتاع سايلو 3. طب اللي جواها بقى ايه؟ المسميات بتاعتها، الخامة اللي انا عايز احددها. يعني نفتح مثلا ده كده، هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي يوز اون سكيل اجريجيت واحد، ده اللي هو الميزان بتاع الاجريجيت. تمام كده. الجروب بتاع الاجريجيت اللي هو جروب ايه. خلاص هنا الماتيريال بتاع الكود بتاع الماتيريال اللي موجوده، اللي هو الكود دوت بتاع مين؟ بتاع السند. طب انا عايز اغير، اخليها سن واحد احطها سن واحد، عايز اخليها سن 2 لا سن 2 براحتي. في حاجه مهمه لازم ان احنا عارفينها، دي الماكسيمم كوانتيتي، هو بيتخزن لحد قد ايه. فبحط طبعا رقم زي اللي احنا حاطينه، ممكن اصغر شويه،
مش تفرق كتير، ولكن لازم نحط رقم. يعني مثلا انا بوزن مثلا بال2 طن مثلا، فاحط مثلا اخليها مثلا زي الاستورج اريا، زي مثلا الباكيه بتاعتي بتخزن مثلا لحد مثلا 2000 او 20,000 مثلا طن ولا حاجه، فاحط 20,000 طن او اي رقم كبير. طيب الفاين هنا دي حته مهمه جدا لازم ان احنا نكون عارفينها. الفاين ديت ان انا عايز، بقول له ايه، بقول له انا عايزك تيجي عند ال 400 كيلو. انا مثلا بوزن مثلا 2 طن، انا وزنت مثلا 1000 ونص و1600، فناقص لسه 400، فتيجي عند ال 400 وتبدا تعمل ايه، تبدا تشغل لي بلصات علشان خاطر الايرور متبقاش عاليه. فانا بظبط الفاين عند 400، وحسب ما انا شغال بشوف الفاين المناسب بالنسبه لي ايه، واظبط البرنامج بتاعي عليه. يعني انا بوزن مثلا 2 طن، باجي عند ال 1600 كيلو خلاص، ويبدا ان هو البوابات تعمل لي تاتشات عشان ما ترميش الرميه تفتح فتحه كبيره فترميني اكتر من الرميه الباقيين، فيديني نسبه ايرور عاليه. طيب الاوت تبقى 2، معناها ان انا عايز اشغل البوابتين. طبعا في الحاله بتاعه الفاين هو بيشغل بوابتين في البدايه، لكن اول ما بيجي عند 400 بيبدا يشغل لي بوابه واحده اوتوماتيك. طيب المود او الروتيشن، الار واحد الار زيرو ده لو انا قلت اشغل بوابه واحده، يعني دايما لاغي بوابه وبشغل بوابه تانية، خليها ار زيرو. طب انا عايز اشغل بوابتين عشان اسرع الدنيا، بخليها ار 2، وبعد ما اخلص اللي انا عايزه بروح جاي عامل ايه، سيف. طبعا انا هنا ممكن ان انا احط الماتيريال، مش لو انا شلت ده انا بختار بالكود لو انا حافظ الاكواد. طبعا عشان انا في اكواد كتير فانا مش حافظها، فانا مش هحط بالكود. انا بالنسبه لي اسهل حاجه اعملها ايه، بعملها بالماتيريال. لو انت شفتها، لو انت خدت بالك، لو شفت علامه الصح اللي عند الماتيريال كود، هو فتح لي انا عايز اعمل سيرش بالكود، او عايز اظبط الخانه بتاعتي بالكود، فانا مش حافظ اكواد، ولكن المسميات بالنسبه لي سهله. فاروح جاي دايس هنا كده خلاص، ودي بتتقفل وهي دي اللي بتتفتح عشان اختار اللي انا ايه، اللي انا عايزه. الاختيار اللي انا بختاره هنا ده انا واقف فين بقى، انا كنت واقف على موتور واحد او بابا واحد هوبر واحد، بقف هنا. الاختيار اللي انا بختاره هنا هو اللي بيسمعني فين، بيسمعني على السكادا، يقول لي ده هوبر واحد، ده الرمله. نفس الكلام بالنسبه لكل البوابات، نفس الكلام للاسمنت، ادي سايل واحد هنا سيليكا، ف هنا سيليكا سايل واحد. طبعا انا لو عايز اغير احط مثلا اسمنت مثلا عميل اي نوع اسمنت انا شغال بيه بحطه واعمل سيف، عشان في الاخر بيسمع لي فين على السكادا بره، عشان خاطر لما يكون موجود في الخلطه واجي ادي الاوردر يبدا يحمل لي الموتور بتاع سايل واحد اللي انا حاطط فيه المسمى المظبوط اللي موجود جوه الخلطه. نفس الكلام اللي عملناه هنا هو اللي عملوه في اي حاجه موجوده. طبعا انا لما اجي بقف هنا عايز اعدل، يا اما بعمل دبل كليك يا اما بعمل ايديت. نفس الكلام برضو الفاين، برضو طبعا الفاين بيبقى في الكميات اللي بتبقى فاين بيبقى نسبة كبيرة في الاجريجيتس، لان هو بيوزن بأكتر من طن، فبيبقى الفاين بتاعته عالي شوية. لكن في الاسمنت والمية الفاين بتاعنا بيبقى قليل حسب ما انت شايف وانت شغال، لان بتيجي بحسب الريت بتاع الشحن بتاعك. ممكن يبقى فيه سكرو والدنيا تمام فيه، في سكرو تاني بيدقر معاك، فانت بتشوف الريت بتاعه، الفلو بتاعه او الشحن بتاعه بيشحن كل قد ايه، المعدل الشحن بتاعه بال5 كيلو بال10 كيلو بتفرق ايا كان، تبدأ تحدد الفاين بتاعك عليه. طبعا عندي طبعا ما ينفعش ان اختار هو في غير بابا واحدة، لان هو سايلو سكرو واحد من غير بوابتين، بابا واحدة. وانا طبعا الاوبت بيكون ايه، بيكون واحد. وبكده النهارده اكون خلصت حتة اتكلمنا على النقطة الأولانية والنقطة التانية، الجروب اوف ماتيريال، فهمنا يعني ايه جروب، وفهمنا يعني ان احنا نحدد الخامات على المجموعات بتاعتها او الجروب بتاعها على السكادا، واتكلمنا على ازاي ان احنا نكريت ماتيريال. ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه يوم الخميس، احنا زي ما انا قلت ونوهت من حوالي اسبوع ان شاء الله باذن الله الحلقات هتنزل كل خميس، يعني اللي متابعني هيستنى الحلقات كل خميس، عشان اديك فرصه انك انت تراجع اسبوع كامل، تراجع على اللي انا بقوله عشان تكمل معايا وتبقى الاستفادة بتاعتك بنسبة كبيرة، وانا اقدر احضر لك المعلومات المفيدة بالنسبة لك. فان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه الخميس الجاي هنتكلم على ازاي نكريت ريسبي، ازاي نكريت
ميكس ديزاين جوه الاي باتش. اتمنى يا رب تكون الحلقه النهارده مفيده، ولو حد عنده اي استفسار يراسلني، واوعوا تنسوني من صالح دعائكم، واسال ربنا سبحانه وتعالى ان هو يوفقني للي فيه خير ويفيد الخير. اشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقه الجايه مع احمد عبد الغني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.